طبعا الماتش ده كان رائع جدا. كان في كور بتنوشن بالسنتي في العارضة او القائم. اول كرة كانت معانا كانت كرة احمد عبد القادر اللي نشنها بالظبط في القائم، قصدي في العارضة في القائم. والكرة التانية كانت محمد شريف اللي بينشنها في العارضة 2 متر و44 سنتي، ما قدرش ينزل صلي عشان يسجل هدف تاني، وكان هيبقى من احسن واحلى اهداف الدوري. طبعا بقى ما ننساش هدف محمد حسن المغربي داعي التسلل. كان في كرة كده يعني غريبة جدا، والحكم بصراحة اللايز مان استفزني جدا. يعني حضرتك دلوقتي الكرة باينة قوي ان هي اوفسايد، يعني كل المتفرجين قال لك ده نايم في الاوفسايد. حضرتك بدل ما ترفع الرايه قلت ويت اند سي. تخيل لو كانت جون كنا استنينا 300 الف ساعه قبل ما اتاكدنا من الفار. لماذا؟ ده سؤال مهم. طبعا بقى بنرجع لبقيه اللي يعني مجريات المباراه. كان طبعا شعار الاسماعيلي نحن نحارب على نقطه، وللاسف خسروها. كانوا طول المباراة بيلعبوا بطريقة دفاعية منظمة ومقفولة جدا. الأهلي اخترقها في الدقيقة 49 بهدف لبيرسي تاو طبعا يعني، والهدف كان بهرجله كمان. يعني الدفاع كان منظم جدا. كابتن حازم الجمل بعد الهدف قال لك انا ما عنديش حاجه اخسر عليها، خلاص انا ما عنديش حاجه اخسرها. فايه عمل ايه بقى؟ راح مهاجم بكل خطوطه. ورغم كده الدفاع كان متماسك جدا 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 بقياده الكابتن باهر المحمدي كابتن نادي الاسماعيلي. طبعا ما ننساش طبعا الكره بتاعت ياو انور اول ما نزل، ويعني راحت الحال سابلها كده وخرجت. لكن يعني الاسماعيلي كان كويس، لكن مش احسن حاجه. نفسنا الاسماعيلي بتاع برازيل مصر وسمسمية يرجعوا. النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا ويستحق التقدير. وطبعا ما كانش ينفع ان اي كان نوع جماهير ان هم يهتفوا ان هم هينزلوا درجه تانية، ده ما ينفعش. مهما كان النادي الاسماعيلي نادي عريق، وباذن الله مش هيضطر لكده، والسنه الجايه يبقى بينافس على الدوري يبقى غير الموسمين اللي فاتوا. كابتن حمزه الجمل كل مره بيبقى هو المنقذ للنادي الاسماعيلي. طبعا لو رحنا برضه للاهلي بقى، حسين الشحات لما بينزل، وشفنا اصابه خالد عبد الفتاح والنزول اللاعب محمد هاني، وكمان شفنا مروان عطيه هو بياخد جايزه رجل المباراه. كل ده حصل في ماتش واحد، ماتش الصراحه كان يستحق الفرجه عليه. اتمنى كنتوا شفتوا الماتش عشان تعرفوا انا اتكلمت في ايه. وبس كده، حابه اقابلكم فيديو جاي يعني هو يبقوا 3 فيديوهات في يوم واحد. الزمالك مع نادي فيوتشر، وكمان الاهلي مع نادي زعيم الصغر نادي الاتحاد السكندري، وطبعا منتخب مصر الاولمبي مع المغرب الاولمبي، واسود الاطلس اللي هيواجهوا بعض، اسود الاطلس والفراعنه في نهائي افريقيا للشباب يعني الاولمبي. هيبقى باذن الله مصر كده اتاهلت بالتمام والكمال بكل مقاييس الى اولمبياد باريس. وبس كده، هبقى اقابلكم في فيديو جاي. اتمنى انكم تتابعوا صفحه.